هو إحنا بنقرا وبندرس التاريخ ليه؟ قبل ما أجاوبك على السؤال دوت خليني أقول لك إن قاعدة كبيرة جدا من الناس المهتمة بالتاريخ وهم بيقروا بينصبوا نفسهم حكم أو قاضي على المواقف التاريخية، وأكيد انتمائك ومعتقداتك بيأثروا في الحكم دوت، لأن اللي بيحكم على الموقف التاريخي ده بيحكم بمقياس الصح والغلط في زماننا، مش مقاييس الزمن اللي حصل فيه الموقف اللي بتحكم عليه. على سبيل المثال واحد زي صلاح الدين الأيوبي وقضاؤه على الفاطميين في مصر، فلو هتحكم بانتمائك ومعتقداتك بس، فلو انت سني هتشوف صلاح الدين بطل وقائد عظيم قضى على الشيعة في مصر، ولو انت شيعي هتشوف صلاح الدين تجسيد لإبليس على الأرض. وسيبك من صلاح الدين خالص، خلينا نقول مثلا جنكيز خان، نابليون، هتلر، هل في اختلاف يا صديقي العزيز إنهم من أسوأ من مر على تاريخ البشرية؟ خليني أفاجئك وأقولك إن في ناس شايفاهم ناس عادية وناس تانية شايفاهم أبطال وحاجة آخر عظمة. فالخلاصة يا صديقي إن فكرة الحكم على شخصية أو موقف تاريخي من أساسه مش صح. ده ما يمنعش إن يكون ليك وجهة نظر، لكن مش حكم مطلق بالصح أو الغلط. ومقولة إن التاريخ بيعيد نفسه مقولة صح جدا جدا. فالتاريخ ما هو إلا خبرات متراكمة تقدر من خلالها إنها تساعدك في حياتك دلوقتي. فمن الآخر كده، لو مش عارف تكون خبرات من الحاضر اللي انت عايشه، تقدر تكونها من الماضي والتاريخ اللي انت ما عشتوش. وبس كده. لو كان عجبتك الكلمتين دول فما تنساش تعملونا لايك، ولو انت على اليوتيوب الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا أول بأول. وسلام.